لو عقلك الباطن قوي فانت قوي قوي. قلنا الفيديو اللي فات ان عقلك الباطن قوي جدا وله تأثير عليك، وده اللي جوزيف ميرفي قاله في كتاب قوة عقلك الباطن. طب هنسيطر عليه ازاي؟ بحاجة واحدة بس، التكرار. بيقول الكاتب ان انت لما تقعد تكرر لنفسك حاجات بشكل مستمر ودوري، عقلك الباطن هيخزنها ويتصرف على اساسها. واكبر مثال على كده الاعلانات بتسوق لك حاجات موجود منها الاف، بس يجي اعلان عن منتج ويقعد يتكرر كتير لحد ما انت تحس ان انا عايزه انزل اشتريه دلوقتي. امال هم بيصرفوا كتير ليه؟ بينزل في التلفزيون وبينزل في الراديو، وبتلاقيه على العربيه في الشارع معدي قدامك، وعلى الكشك اللي تحت بيتك، يكرر لحد ما خلاص انت من جواك تبقى عايز تشتري المنتج ده بالذات ومش اي منتج تاني. ده بالظبط اللي المفروض نعمله لعقلنا. اعلانات، يعني انا لو حاسه ان انا زهقانه وقعدت اعمل لنفسي اعلانات عن الزهق، اصحى الصبح اقول انا زهقانه، قبل ما انام اقول انا زهقانه، افتح التلفزيون اقول ايه الزهق ده، الافلام كلها رزله، اكلم واحده صاحبتي اقول لها بقول لك انا زهقانه قوي. طبعا هزهق، مش هزهق ده انا هجيب ناس تزهق معايا كمان، لاني عامله حمله اعلانيه عن الزهق وما بقاش عندي خلق اعمل اي حاجه تانية في حياتي. انما انا بقى لو عايزه ابقى راضيه ومبسوطه وطول الوقت كده بقول الحمد لله، افضل اكرر الحمد لله يا رب، انا راضيه، انا مبسوطه، انا صحتي تمام، انا مش مطحونه والناس التانية مطحونه في حياتها، انا قاعده عندي فراغ. هلاقي نفسيتي اتظبطت وراح تفكيري نحو ان انا تمام، يعني ممكن اعمل اي حاجه في حياتي دلوقتي، متقبله. او لو انت مثلا رايحه انترفيو وعامله اعلان لنفسك ان انت مش هتتقبلي، هم اصلهم عايزين حد عنده خبره احسن مني، او ان انا اصلي مش كويسه قوي، او لغتي مش حلوه، او مش واثقه في نفسي زياده، وهاريه نفسك اعلانات، ده هينعكس على طريقتك وعلى ردودك، وفعلا مش هيقبلوكي في الوظيفه. اما بقى لو انت رايحه وعامله لنفسك الاعلانات ان انت هتتقبلي كده كده، حتى لو ما عندكيش الخبره المناسبه او المؤهلات الكفايه، هتلاقي نفسك في الانترفيو مصره تقنعيهم ومصره تبيني لهم انك انسب واحده للشغلانه دي. ما عنديش الخبرة دي، بس عندي خبرة في حاجات تانية، او عندي كورسات خدتها هتفيدكم، هتلاقي لك مخرج يعني. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان عقلك من كتر ما كررتي عليه الكلام والهدف اللي انت عايزة توصلي له، بقى بيتصرف تصرفات غير واعية عشان يوصلك للهدف ده. علشان كده الكاتب بيقول ان اهم حاجة تعملها هو انك تسيطر على عقلك الباطن وسيب الباقي عليه. من الاخر، حدد الهدف اللي عايز توصل له، ازرع الافكار واعمل اعلانات. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.